ازيكم يا اجمل متابعين واحلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بكحك العيد. كحك العيد يحني يا بسكويت يحني. هنعمل كحك العيد بطريقه سهله وبسيطه، وطريقه هتطلع معاكي الكحك دايب دوب كده وجميل وعلى البارد، بطريقة ناجحة وبسيطة خالص خالص خالص. والطريقة دي انا بعملها على طول، وكمان حابة تحشيه ملبن، حابة تحشيه تعمليه بالمكسرات زي ما انت حابة. يلا بينا نشوف المقادير، وما تنسيش اللايك لايك لايك والاشتراك. اول حاجة جبتي، انا عاوزة كيلو الا ربع زبدة، فانا دلوقتي انا عندي نص كيلو زبدة بس، فهاخد هكمل بقى الربع، هاخد بقى حوالي 250 جرام من السمنة البلدي على الزبدة، مش اشكال خالص، هيطلع معاكي حلو خالص. مسكت 250 جرام من السمنة البلدي على نص كيلو من الزبدة، وضربتهم كويس خالص لحد لما الزبدة افتحت معايا. وبعد كده حطيت كوباية الا ربع من السكر البودر، وضربت فيهم كويس زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده 3 بيضات، هنزل بقى ب3 بيضات وفانيليا، 3 اكياس من الفانيليا، وهضرب فيهم كويس لحد لما البيض يختفي معايا خالص. حابة في الخطوة ديت بعد ما نحط الدقيق، حطيت كيلو من الدقيق زي ما احنا شايفين، واهم حاجة دقيق متعدد الاستخدام، يا اما دقيق الضحى او دقيق الكوثر، وكيس من البيكنج باودر، وسبتهم كده لحد لما احمر المكسرات معايا. طبعا المكسرات دي حسب ما انت عاوزة، ممكن تعمليه بفول سوداني، ممكن تعمليه بعين جمل زي ما انا عملت، ممكن تعمليه باللوز، يعني زي الحاجة دي زي ما انت حابة. جبت معلقة من السمنة البلدي، وبدأت ان انا احمصها كده زي ما احنا شفنا. حطيت العين الجمل، وبعد كده سبتها تبرد، واول ما بردت حطيتها بقى على الدقيق وعجنت فيها. الخطوة دي حابة تحطي سمسم ممكن تحطي سمسم، حابة تحطي ريحة الكحك حطي ريحة الكحك زي ما انت حابة. بعد كده عجنت فيهم، مش بعجن عجين، لا، لحد لما بلم بس الدقيق بتاعي. وبعد كده بشكل بقى زي ما احنا شايفين كده، وجبت البصامة اللي احنا شايفينها دي، وبدأت ان انا اكور كده اهو. وطبعا شكل تاني بالقمع ده. فطبعا انا حبيت اكتر حاجة اللي هي البصامة، اللي هي عاملة زي الشباك دي، زي السلك دي، فاي عجباني اكتر. وجبت المنقاش برضو، وبدأت ان انا اعمل اشكال كده. فالصراحة ولا عجبني المنقاش ولا عجبني البصمة اللي هي التانية دي، عجبني اللي هي المخططة ديت، عجبتني اكتر. فهعمل اكتر حاجة اللي هو المخطط بالشكل اللي احنا شايفينه. تعالوا بقى نشوف فيلو هيقول معانا وعاوز يعمل معانا. فنبدأ ان احنا نكور كده في الاخر، ان احنا هنشكل العجينة. خلي يا مارينا في مسافة كده. في لقع جنبي عمال يخبط في رجلي، يقول لي وانا يا ماما. انت كلمهم. انت تعمل لا، انت عايزه تغنى لما تكبر. معلش. لا ماشي. طب روح اغسل ايدك، خليه يغسل ايده ويعمل معانا عشان خاطري، ويبقى زعلان. الكحك ده على فكرة بطريقة سهلة خالص، وهيطلع ناعم بإذن الله وناجح معاكي. ولا تقولي بقى سمنة مغلية، ولا تقولي زبدة لوحديها كده او سمنة.
ولا اي حاجه. ده بالبيض، وتحطي عليها معلقه حوالي كوبايه من المكسرات بقى، لوز، عين جمل، انا حطيت عين جمل، اي مكسرات انت تحبيها، مع معلقه سمنه كده. ثواني يا فيلو، بس ايد فيلو صغننه، شايفين ايد فيلو؟ فرحان. وريني كده، خد حته اهي، كورها اهي على قدك دي، عشان تبقى ايه بتاعتك انت تاكلها. يلا وريها لهم، تعالى هنا اقف كده وريها لهم، هنا اهو، هنا اهي، اقف كده وريها لهم. شايفين فيلو؟ اهو شايفين فيلو اهو، فيلو بيكور. شايفين فنة قزع، فنة القزع. مارينا متبقاش كده كده. فرحة العيد للأولاد مش لينا احنا، صدقونا احنا بنعمل عشان خاطر العيال مش عشاننا احنا. كده خلصنا خلاص الصاج، هنشكله بقى مع بعض، وانا مولعه الفرن على 180. هندخله بقى ايه اول صاج، واول ما يطلع هنشوفه مع بعض وايه ونشكل بقى. احنا نخلص بقى الكمية هنخلص احنا الكمية مع نفسنا كده. خلاص يا فيلو، خلاص دي بتاعتك صغننه خلاص. لا خلاص، بس كده اهو. شايفين بقى نشكل ماشي يا فيلو، نشكل الصاج كده بصمه كده صغيره اهو. ماشي يا فيلو، بصوا كده اهو. اعمل اهو شايفين؟ متنسوش بقى اللايك، وهندخله بقى الفرن. شايفين بقى ده اول صاج اهو، هندخله الفرن وهنشوفه مع بعض. شايفين الشكل؟ هنشوف بقى، هندخله هنشكل بقية الاشكال. كده بقى دخلناه الفرن اهو على 180 زي ما احنا شايفين. طبعا الكحك مش هياخد لون من فوق، هياخد يا دوب اللون من تحت. طبعا انتي لو حابة تخليه ياخد لون من فوق ممكن تسيبيه، بس اهم حاجة تخلي بالك من تحت علشان ما تلسعش منك. بص اول ما خد اللون الذهبي العسل ده هبدأ بقى اطلعه كده. طلعته وبدأت جبت سكر بودر وطحناه طبعا في البيت ورشيت عليه كده. عاوزه اقول لكم بجد دايب دايب دايب، يعني دايب خالص. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والاشتراك، علشان انتوا بجد انا بزعل كتير بتنسوني في اللايك. بجد ارفعوا لي الفيديو باللايك، اهم حاجة اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. بيبقى الفيديو عليه مشاهدات كتير بس مش عليه لايكات، فدي بتزعلني. فانتوا طبعا ما بيرضكوش ان انا اتعب في التصوير، لكن اعملوا لي اللايك. يلا بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. باي.